تناول الموضوع يعني المستقبل كله في المحور الاقتصادي ده. وزي ما سيادة الفريق مهاب اتكلم على ان هو المشروع القومي الجديد لينا. وانا بس كنت عايز بينما احنا اتكلمنا على الست مواني، بحب دايما نقول التوقيتات، هنجهز امتى وهنبقى نقول احنا طورنا المواني دي بعد قد ايه، سنه اتنين تلاته، طبقا للتخطيط اللي انتم عرضتوه يعني. الحاجه التانيه وده خارج الموضوع، لان كل المقترحات اللي اتطرحت مقترحات جيده وجديره بالاخذ بالاعتبار فيها او الاهتمام بيها او دراستها عشان نكمل المسار اللي احنا ماشيين فيه. انا بس عايز اقول في النقطه بتاعت في بدايه الكلام عن المحور ده ان احنا كان قدامنا خيارين، ان احنا نستنى طرح لجذب مستثمرين يقوموا بالدور ده في عمليه التطوير، سواء كان للمواني او للبنيه الاساسيه اللي مرتبطه بهذا المشروع، او ان احنا ناخد على عاتقنا ان احنا ما احنا قلنا عايزين ندي ميزه تنافسيه. الميزه التنافسيه عشان نطرحها الوقت كان سبقنا، لان المشروع ده كان مطروح من بدري قوي، فلو كان مشي في مساره الطبيعي كان ممكن قوي ما يكلفناش كتير كدوله ان احنا نضطر ان احنا نخش ونعمل اعمال كنا ممكن المستثمرين يقوموا بيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو احنا اتكلمنا وشفتوا مسار التجاره الدوليه، احنا عندنا فرصه كبيره جدا جدا، ولو ما كناش نكون جاهزين كويس وننفق حتى لو كان ده عبء علينا عشان نجهز المحور ده، وفي طريق التجارة الدولية من شرق آسيا لغاية أوروبا وأمريكا، احنا كنا هنفقد الميزة بتاعتنا اللي موجودة لقناة السويس. خلصنا عملنا الازدواج، بنرفع كفاءة المواني، البنية الأساسية بتاعتنا أنا بقول إنها ماشية بشكل كويس، الطاقة. وبالمناسبة البنية الأساسية في المشاريع الاستثمارية أو الاستثمار مش فقط على قد الكهرباء والغاز والطرق والمواني، لا ده في كمان بتبقى بنية معلوماتية وحاجات أخرى كثيرة جدا احنا محتاجين نشتغل عليها خلال الفترة وفترة قصيرة. كنت سمعت مطار الماليز، أنا عايز أقول لزميلتنا احنا بالفعل خلصنا مطار الماليز، بقى فيه مطار مدني بالفعل خلص، ده اتعمل وجاهز دلوقتي ان هو يعني يستقبل 1.7 مليون راكب في السنه. انا بس عايز اسال سياده الفريق مهاب، احنا نقدر نعمل كم مركب صيد في السنه؟ احنا مكلفين ب 100 مركب صيد يا فندم. كويس. خلصنا منهم 12 وبدأنا في الجيل الثاني من مراكب الصيد لساتك امرت بديزاين جديد، وفعلا بدأنا كان مشكلتنا الحديد، ويمكن سياده اللواء محمد العصار وفر لنا الحديد، لان احنا بنعمل مراكب صيد وبنعمل كباري عشان نستغنى عن المعديات في الفتره القادمه ونعمل كباري، فكنا محتاجين كميه حديد كبيره، والحمد لله اللواء محمد العصار. لا يا فندم اديني يعني ال 100 مركب دول احنا هنخلصهم امتى؟ ال 100 مركب دول بقى عشان ندي فرصه للشباب في ان هو يشتغل في الصيد بتقنيه كويسه. ومن هنا لاخر السنه يا فندم هقدر اخلص 20 مركب. طب علاوه على ال 12 اللي خلصوا يبقى 32 مركب. كويس. ستك. ودي يعني انا بوزع السفن دي على شركات الهيئه كلها. طيب. وبشغل الشركات كلها. فالحمد لله. يعني ال 30 6 كام يا فندم؟ ال 30 6 18 يبقوا كام؟ من ال 100. 30 6 لا؟ 18 حاضر. كام؟ 50 مركب بال 30 6 دول؟ لا 30 6 18 ان شاء الله نبقى اكثر من 50 ان شاء الله. يعني نقول ال 100 ممكن ولا صعب؟ لا يعني ممكن 60 مركب فندم. طب كويس. الكوبري انا كنت بكلم امبارح على كوبري بتاع الاسماعيليه الثابت، احنا هنفتتحه امتى؟ اللي هو زي كوبري بورسعيد. ده هو جزئين يا فندم، لان في قناتين، في كوبري في القناه الام وفي كوبري في القناه الجديده،
وده بيتفتح كده والتاني بيتفتح العكس. الشركات شغاله، احنا ان شاء الله عايزين على 6/8 في ذكرى افتتاح قناه السويس الجديده نفتتح الكوبري الجديد بإذن انا الله. بس بقول الكلام ده لاهالينا في سينا يعرفوا، وحتى اللي موجودين في الاسماعيليه هيبقى في فرصه للحركه بشكل ايسر كتير من خلال هذا الكوبري اللي موجود في بورسعيد، وهذا الكوبري اللي هيفتتح ان شاء الله في شهر 8، مش كده؟ ايوه يا فندم. في شهر 8